السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم السفوف ولا الزميطه ولا سلوك المنطقه كيفاش كيسميه. ما نطولش عليكم اخواتاتي، دابا غادي ندوزو مباشره المقادير والطريقه ديال التحضير. عندي اخواتاتي 2 كيلو ديال كاوكاو، داك كاوكاو البلدي. عندي كيلو ديال اللوز، وعندي 2 كيلو ديال الجنجلان، وعندي حد شويه ديال النافع، شويه ديال حبه حلاوه. المهم حد 10 دراهم من الجهه ولا 5 دراهم. وعندي حد 500 غرام ديال الصوجا، داك الصوجيه. صافي دابا غادي ندوزو باش غادي نحمروا الجنجلان ديالنا. غادي نجيب واحد الطنجره، غادي نديروه غير على البوطه. نجيب واحد الطنجره وغادي نضيف فيها هاد الجنجلان وغادي نحمرو. بالنسبه لكميه الجنجلان انا درت هاد الكميه هذا راه غير كيلو، وزيدت اخواتاتي كيلو اخر جاني قليل، زدت كيلو اخر. دابا من بعد ما بدا يطرطق بحال هكذا زدت حد كاس، نص كاس ديال الماء، وغادي نبقى نخلط. وهو بحال كيتبسبس بداك الماء، وعاد غادي نزيدو شويه ديال الزيت في التالي. وبهذه الطريقه كيبقى الجنجلان ديالكم مقرمش. مني كديروه في سلو كيجي مقرمش، كيجي حد البنه فيه رائعه. غير جربوه على ضمان. ودابا خواتاتي من بعد ما حمست داكشي، حمرت الجنجلان كيف شفتوني راني حمرته في الطنجره. بالنسبه للكاوكاو حمرته في الفران. اللوز قليته حتى هو. اللوز ما غاديش نلوحو هنا، هذاك علاش قليته باش يجي مقرمش، وقشرته هانتوما تشوفوا. وبالنسبه للشيء الاخر كلشي حمرت اخواتاتي وطحنت. ودابا غادي نجيو باش نخلطوا الزميته ديالنا ولا السفوف ولا سلو، كل واحد كيفاش كيسميه. يلا بسم الله على بركه الله. المهم هذا غادي نخليه على جنب وغادي ندوزو باش نخلطوا. بسم الله. عندي 2 كيلو ديال الدقيق اخواتاتي، حمرته حتى هو. حمرته غير في الفران هانتوما تشوفوا. على حسب انا اللون يبقى خصني يبقى غير ذهبي، ما خصنيش يجي يعني مغلوق في التحمار. وهذا السمسم ولا الجنجلان كيلو. عندي 2 كيلو اخواتاتي، هانتوما تشوفوا طحنتها شويه، خليته غادي نلوحو هكذاك. وعندي كاوكاو حتى هو 2 كيلو، حتى هو طحنته وكنت نخليه فيه هكا ما مليينش مزيان. وهذا حتى هو ما طحنتوش مزيان، خليته مهرمش. ودابا غادي نديرو بالنسبه للنافع، راه عندي 4 المعالق كبار ديال النافع. عندي 2 معالق ديال القرفه، وعندي حبه حلاوه حتى هي 2 معالق كبار. وعندي الصوجا ما كثرتش اخواتاتي، كتجي قاصحه، ما بغيتش نطحن لي في المونينيكس وكتجي قاصحه وما كيبغيوها ليش الدراري. هذاك علاش ما درتش كميه كثيره، راني درت غير شويه بكشيف نطحنت، ما كتبغاش نطحن، عندي الطحانه شويه ناقصه. صافي اخواتاتي نضيف هذا الشيء هذا، الله يجعل شي بركه. وعندي كوزه، حد كوزه حكيتها. المهم ما تكثروش الكوزه، ديروا غير وحده ولا نص كاع. عندي المسكه الحره. دابا غادي نديروا السكر كلاص. ضروري نغربلوه.
دابا من بعد ما درت النواشف كاملين وسكر كلاصي، ودابا غادي نخلط. بالنسبه خواتاتي الكميه ديال الطحين مع القوام، ضروري يكون القوام اكثر من الطحين. انا دايره قول 5 كيلو ديال القوام ودايره 2 كيلو ديال الطحين ديال الدقيق. المهم الله يجعل شي بركه. صافي دابا من بعد ما خلطت شويه وغادي نزيد نخلط. بسم الله بسم الله. غادي نضيف الزيت غليتها، راني درت 2 يطرو ديال الزيت، ولا راه كاسرونه كبيره تبان لكم صغيره كبيره، يعني عيني في ميزاني. نديرو هذا الشيء ونخلطو. راني غليته حتى برد اخواتاتي، غير بدا يغلي وطفيت عليه يبرد. هانتوما تشوفوا راه بارد باش انا راه كنحادي بيدي. بغيتو تضيفوا الزبده ديروا الزبده، غير هو الزيت يعني واخا يتعطل معكم ما كيخسر ما والو. الزبده راه يقدر الحال بارد راه تقدر يعني يغمال بحال يطلق داك الريحه ديال الزبده بحال يغوى. صافي خواتاتي دابا غادي نخدم السلو ديالي ولا السفوف مزيان، وعاد غادي نرجع معكم باش نكملوا الكميه اللي مازال. دابا غادي نضيف داكشي ديال الجنجلان بعد غير محمر، مغسول ومنقي ومحمر، يعني ضروري نخليه واحد الكميه تكون كثيره شويه. دابا غادي ندير العسل. بالنسبه للعسل انا درت هذا الكاس هذا ثمن 4 كيسان ديال العلبه، راه كاس كبير. المهم واحد نص كيلو ولا. صافي دابا نخلط. بسم الله. بالنسبه للحلاوه على حسب كل واحد والذوق ديالو، الحلاوه يتحكم فيها الراسو. الصراحه واعر الخدمه. ودابا خواتاتي من بعد ما دخلت داك اللوز يعني اندمج الزميته كامله ولا السفوف. دابا السر ديال هاد السلو، هاد البودره هادي ديال الشوكولات كتجي رائعه، كيعطي واحد البنه خطيره خواتاتي. بسم الله.
ودابا غادي نخلطو حتى هو يندمج مزيان وغادي نرجع معكم صحن ديال التقديم ان شاء الله. ودابا خواتاتي من بعد ما كملت السلو ديالي ولا السفوف، هذه هي النتيجه ديالو في التالي. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. السفوف ديالي كيجي رائع خواتاتي، حد البنه فيه ما نقول لكمش ومعلك. المهم واخا نعيا نشكر لكم، جربوه وغادي تحكموا على هاد الطريقه ديالي. الطريقه البسيطه ما فيها لا كثرة مقادير بزاف لا حتى شي حاجه، والنتيجه زوينه بزاف بزاف. تزين زينت باللوز كيف كتشوفوا. ايوا كيف قلت لكم اخواتاتي، تزين على حسب الذوق كل واحد كيفاش يزين الصفوف ديالو. المهم انا درته في هذه القصعه هذه، وعاد غادي نديرو في شي سطل ولا شي سبيره. ايوا ملي نبغيو نقدموه راكم عارفين كل واحد كيفاش يقدموه، كل واحد كيف يعرف يزينو. والفيديو ديالي هو هذا خواتاتي، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاهل ديالكم الاصدقاء باش تعمل فائده، وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم واشتراك في القناه. اللي ما مشاركش في القناه يشترك فيها ويشغل الجرس باش يوصلكم اي جديد ديالي. واللي كنت اول مره كتشوف قناتي مرحبا بك، ودابا غادي نقول لكم مع السلامه.